السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. يوم جديد، نهار جديد، يوم السبت 19 شتنبر 2017. هذا اول فيديو ليا معكم. اول حاجه نقدم لكم راسي، انا عبدو من كازابلانكا، المدينه الاقتصاديه، العاصمه الاقتصاديه، مدينه الدار البيضاء. اليوم جيت نهضر لكم على موضوع مهم. موضوع الحداثه هو اللي كلشي دابا كيهضر عليه، الدخول المدرسي ابخي الصيف، الذكريات، مغامرات البحر، بيسين، العيد رمضان، العيد الصغير، العيد كبير. دابا جا الدخول المدرسي، لو ستريس كومونس. كيفاش كنا وهادي والراحة فوجنا وتسالينا، دابا جا الدخول المدرسي اللي غيرجعنا عاوتاني لو ستريس وهادي والحفاظة وداكشي. ولكن ماشي مشكل، كل بداية عندها نهاية. يفو باسيونتي لي جون الشباب. راه المهم بعدا خصكم توصلوا النتيجة ديالكم، الهدف ديالكم خلال نهاية السنة الدراسية. ديك الساعة تكونوا ناجحين ان شاء الله، عاوتاني الصيف الجاي يكون الخير. المهم ماشي هذا الموضوع اللي غادي نطرق ليه خصوصا. انا جيت نتطرق احسن عوان الوالدين. داز رمضان، داز عيد الصغير، داز الصيف، العيد كبير، عاوتاني دابا جا الدخول المدرسي. لي شارج اوغمونت، المسؤوليه كتزيد، غلف كسي شري كتوبه، هادي احسن العوان. الموضوع اللي غادي نطرق ليه اليوم وندخل صميم الموضوع هو انه جيت نهضر على كيفاش كان الدخول المدرسي شحال هادي، كيفاش كانت القرايه شحال هادي، وكيفاش ولات دابا. المهم مؤخرا قمت بواحد الزياره بصدفه لاحد المؤسسات، ولقيت الفرق اللي وقع هو انه شحال هادي في لا جينيراسيون ديالي كانوا الاقسام بزاف. كنتي كتلقى اونتر 15 و 25 كلاس في المؤسسة بين. المهم كنتي كتلقاها. دابا ولات التعليم العمومي كيقل، الناس ما كيمشيوش بزاف في التعليم العمومي، وليت لقيت 5 ولا 6 الاقسام في كل قسم. هادشي راجع لاسباب، واسباب تقدر تكون الجودة ديال التعليم الخاص احسن من العمومي، تقدر تكون الجودة ديال التعليم العمومي احسن او اقل. انا مهم جيت نعطيكم فكرة على الفرق بين شحال هادي ودابا. المهم القضية الثانية هو انه كنتي كتلقى التلميذ والشاب محمس الدراسة، محمس الدخول المدرسي باش يقرا وباش يطلع وباش يتثقف وهادي. اما دابا ولا شوية الهوس في لي ريزو سوسيو، فيسبوك، واتساب، انستغرام، تويتر. ولا الشاب مهووس، التلميذ مهووس بهادشي. من اللي كيأثر على الدراسة ديالو، كيأثر على النوم ديالو. نعطيكم مثال بانه مثلا اذا كان الشاب كينعس في الليل، كيبقى شاد فيسبوكي، واتسابي، تويتري هادي زوينه. تويتر كيشد تويتر، انستغرام، سناب شات، كيبقى ما حيتو الناس، ما حيتو يبقى مهووس بداكشي ديال الفيسبوك اللي كيأثر على الراحه ديالو، على الكونسونطراسيون ديالو في الدراسه. هادشي ما كانش قبل ولا دابا. لذا كنصح الشباب والتلاميذ باش يوليو يديوها الدراسة ديالهم، يتكونسونطراو. كل حاجة عندها الأهمية ديالها، كل حاجة عندها وقتها. داكشي نخليو ابار، نخليو لي فاكونس، نخليو السبت والحد، او بالاحرى من كتروش منه. نخليو كل حاجة في البلاصة ديالها، كل حاجة نعطيوها قيمتها. مزيان الواحد يدخل لي ريزو سوسيو، مزيان الواحد يدخل الانترنت يبوكين شوية، ولكن داكشي المهم، داكشي اللي غينفعنا ماشي اللي غيضرنا. مهم هادي نصيحة الشباب. والواحد يدخل
كنصيحة التلاميذ والشباب يدخل بشجاعة ويدخل برغبة بأنه يطلع يتثقف، يدير بالو بأنه باغي يقرا، ماشي يقرا باش ينجح وباش يدخل هذوك الفروض ولا باش يدخل دوك المواد ومن بعد يلاشي داكشي. يكون عنده الهوس ديال القرايه والهوس ديال يقرا من اجل باش يقرا، ماشي يقرا باش بانه يوصل ولا بانه ينجح ولا بانه كلشي غينجح وكلشي غادي يطلع. ولكن خص البنادم يهتم بلي لونغ، يهتم بالدراسة ديالو، يهتم بالقراية ديالو، وانه كل بداية عندها نهاية. خص كل واحد يعرف بانه راه العام راه بدا دابا، راه دغيا واحد لا ديوغي راه تلقاو تاني شهر 6 ولا شهر 7 جا. اذا خصك تقدم نتائج مهمة وتقدم نتائج راه مرضية اللي كتفرح الوالدين ديالك وكتفرح الاقرباء ديالك، وتكون انت راضي براسك على نفسك بانك وصلتي لواحد النتيجة، وصلتي. ونتمنى التوفيق للجميع. وانا كنحضر فيديوهات قادمين، ونتمنى بانه هاد الفيديوهات ولا هاد الفيديو يثير الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم والى اللقاء في